يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد حسم الفريق التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 4 أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب النادي الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في النهائي بعد تعادل الوداد مع صن داونز في مباراة الإياب بهدفين لكل فريق. وسيلتقي النادي الأهلي مع إنبي ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري العام المصري يوم الثلاثاء القادم 23 مايو في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وكانت آخر مباراة خاضها النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في منتصف إبريل الماضي عندما فاز على سموحة بهدفين دون مقابل. ويدخل النادي الأهلي المباراة القادمة متصدرا ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة بعد خوضه 21 مباراة، بينما يتواجد فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة. وكان النادي الأهلي قد فاز على إنبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول بهدفين دون مقابل. وسيخوض النادي الأهلي 3 مباريات في بطولة الدوري المصري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كل من إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. ويسعى النادي الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام المصري ليواصل الحفاظ على فارق الصدارة بينه وبين أقرب منافسيه ولحسم اللقب مبكرا بعد غيابه لمدة موسمين متتاليين.